السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في مطبخ أم خولة. اليوم إن شاء الله غادي ندير معكم المحاجب، غادي نديرها لكم بطريقة سهلة جدا. إن شاء الله يا ربي تعجبكم الطريقة، ما غاديش يجوا معجنين وما غاديش يجوا ميدمين. غادي تشوفوا معايا الطريقة اللي غادي نديرها. إذا غادي ندير العجينة نفس العجينة اللي درتها في المسمن، نفس الخطوات، بصح غادي نعاودها معكم. إذا شا عندي غادي نبدا نخدم ونقول لكم المقادير. عندي كاس وثلث الكاس تاع السميد. انا عندي هنا السميد الرطب، هذا رطب كاع كامل. هذا الماركه اللي نخدم بها هي هذه مولا رقيق. اذا اش غادي ندير لها؟ غادي ندير لها نصف لتر من الماء الساخن. اذا غادي نخلط بهذا الشكل. نبدا بواسطه يعني الضراب الكهربائي، غادي نبدا نطحن في هذا المزيج حتى نتحصل على مزيج ناعم ابيض اللون. العمليه من 8 حتى ل 10 دقائق ونعاود نولي لكم. اذا راني مكسيت هذا الخليط، شوفوا الشكل تاعه اصبح ابيض اللون، ها هو، واختفت هذيك حبيبات السميد. كاين انواع تاع السميد اللي ما غاديش يعطوكم هذه النتيجه، غادي يخرجوا كي الكرات تاع العلك عادي. هذاك الجلوتين كملوا خدموا عادي، ما كاش مشكل. اذا اش غادي ندير؟ غادي نزيد 2 ملاعق تاع زيت بهذا الشكل، وعندي هنايا ملعقه ماشي مملوءه تاع ملح 7 غرام. ونبدا عندي هنا 4 كيسان تاع فرينه اللي هي 600 غرام. نبدا نضيف الفرينه غير بشويه. وعندي هنا خميره كيميائيه 10 غرام. اذا نبدا نلم في هذا الخليط. اذا ها هي ولات عندي عجينه متماسكه. اذا نقدروا نزيدوا لها حتى 4 ملاعق فرينه اذا جاتكم العجينه طريه، يعني كل نوع فرينه والنتيجه تاعها. اذا تحصل على هكا عجينه متماسكه. ها هي، شوفوا الشكل تاعها، يعني راهي متدرجه ما راهيش بيضه. غادي نخليها ترتاح من 10 حتى ربع ساعه، وغادي تشوفوا الشكل تاعها كي غادي يولي. غادي نغطيها ونتركها على جنب. اذا بالنسبه لصوص الطماطم شا عندي؟ غادي ندير انا فقط البصل والطماطم. عندي هنايا 3 حبات بصل. غادي نزيد لهم 2 ملاعق زيت. غادي ندير الملح باش يتبلي غايه هذاك البصل. وانا ندير فيها الماء باش هذاك البصل يطلق الحلاوه تاعه. اذا راني درت ثلثي الكوب تاع ماء، وغادي نديرها فوق النار حتى يدبل هذاك البصل ويتشرب كاع هذاك الماء. نعاود نزيد له ربع كوب تاع ماء للمره الثانيه ونخليه ينشف، ونعاود نزيد له ربع كوب ماء للمره الثالثه. الغرض من ذلك ان هذا البصل يخرج الحلاوه تاعه ويجي احسن من انه يكون يطيب في الزيت. اذا انا غادي نديرها فوق النار وغادي نعاود نولي لكم. اذا ها هو كينشف كاع هذاك الماء. غادي نضيف 2 حبات طماطم كنت نزعت لهم القشر تاعهم وربيتهم. ونزيد ملعقه صغيره طماطم مصبره. ونزيد شويه فلفل اسود. واللي يبغي الحار يدير فلفل احمر. انا العائله تاعي ما تبغيش الحار، ما غاديش نديره. غادي ندير شويه فلفله حمراء حلوه. اذا بهذا الشكل. اذا نقص عليها ونخليها طيب. انا مره على مره غادي نستعمل هذه الاداه هذه تاع البطاطا باش شويه نمرس هذاك البصل باش ما يقعدليش هكا كبير. ها هو، ونخليها طيب. و5 دقائق قبل ما نطفي عليها نزيد لها غير شويه سكر. اذا بالنسبه للعجينه ها هي، شوفوا ارتاحت. غطيتها بلاستيك باش ما تديرليش هذيك القشره. اذا شوفوا نوريها لكم، يعني شوفوا الشكل تاعها كيصبح. شوفوا صبحت ملساء
ولا اثر لهذاك السميد. اذا الان غادي نبدا نقطع فيها الى كويرات صغار. وزن كل وحده 150، تقدروا ديروا 120، انا نبغيهم كبار. عندي 150. كورها مليح. نجيب بلا مدهون بالزيت ونحط هاد الحبه ونمسحها مليح بالزيت من كل الجوانب باش ما ديرليش هذيك القشره الناشفه. ونكمل العمليه. اش غادي ندير؟ نغطيها ببلاستيك مليح باش ما يدخلهاش الهواء، ونزيد نغطيها بسبيته بهذا الشكل ونخليها ترتاح على الاقل ساعه. يعني هي ساعه ونص تعطينا نتيجه رائعه ونبدا نخدم فيها. اذا ندير معكم حبه، ندير الزيت هنا في سطح العمل ونبدا نفتح في العجينه تاعي بكل سهوله. راهي مرتاحه، يعني بكل سهوله غادي تفتح. ها هي. نرقق غير الاطراف، ما نروحش للوسط، غير الاطراف. بعد ذلك نبدا غير بشويه نرفد، نهز كيما هكا، نعاود نحط نرفد. شوفوا بهذه الطريقه، شوفوا هكا، ونعاود نحطها باش الوسط تاعي يولي شفاف. شوفوا بهذه الطريقه، شوفوا كي مرتاحه، هاي بكل سهوله راهي تفرد. شوفوا بهذه الطريقه. اذا ومن بعد نبدا نفرد في الاطراف. وغادي ندير شويه زبده. اذا لا لاحظتوا انا ما درتش الحشوه تاع الطماطم وتاع ندير شويه سميد. اذا لا لاحظتوا انا ما درتش الحشوه تاع الطماطم وتاع البصل، انا حتى نطيب الحبه تاع كيما المسمن نطيبها كاملا عاد باش من بعد يكون عندي غادي يخرج فيها واحد الجيب، نعمره بهذيك لاصوص ونعاودو نرده فوق النار. دوك نوريكم الطريقه. اذا بهذه الطريقه شوفوا نوصل منا ومنا حتى الاطراف، منا كذلك باش تخرج لي الحبه مقاده. ندير غير شويه زبده، كثرش، شويه سميد. ندير بهذه الطريقه. اذا ها هي الحبه. اذا نخليها على جنب حتى نكمل جميع الحبات ونبدا نفتح فيها. اذا ونبدا نديرها في المقله. اذا ها هي غادي نديرها في المقله، ما ندير معاها والو، ني زيت ني والو. نسقدها ونخليها حتى تبدا تنتفخ. اذا ها هي كي تبدا تنتفخ نقلبها. ندير لها دركا شويه زيت وغير شويه زبده. شوفوا ها هو الجيب، ها هو اللي غادي نعمر فيه صلصه الطماطم. شو جا مورق. اذا ها هو المسمن تاعنا. ها هي لاصوص كي طابت جات حلوه، ما نقولكمش بهذيك الطريقه تاع الماء. وها هو المسمن تاعنا. اذا شوفوا عنده زوج جيوب، عنده جيب كيما هكا مفتوح، وعنده الجيب الثاني اللي هو هذا اللي يجي مغلوق هذا. اذا هنا نبدا نعمر لاصوص تاعي.
اذا نبدا نوزعها على كاع المساحه. ها هي نملأها كاع بهذه الطريقه. نعاود نردها شويه في فوق المقله باش تتجانس هاد المكونات. انا علاش ندير هذه الطريقه؟ انا ما نبغيش المحاجب يجيو مزيتين وما نبغيهمش يجوني معجنين، انا كاع ما ناكلهمش حتى تاع برا ما يعجبونيش. بهذه الطريقه يجوني من الداخل مورقين. يعني غادي نوري لكم الحبه تاع المسمن كي خرجت من الداخل، يعني باش تشوفوا التواق. شوفوا شوفوا الداخل كي خرجت جا مورق. شوفوا التوراق تاعه. يعني شوفوا التوراق تاعه، ها هو. شوفوا الشكل تاعه. اذا ها هو، يعني شوفوا الشكل تاعه. تحسبوا درتوه 100% بالسميد، ما درتوش بالفرينه. يجي خفيف. ها هو، هادو راهم زوج. يعني كل الطبقات تنفصل على بعضها. ها هي، ولا طبقه غادي تلصق مع اختها. ها هي شوفوا، هاد الطبقه الاولى وهاد الطبقه الثانيه، ها هي الطبقه الثالثه. شوفوا كاع الطبقات الرابعه، الطبقه الخامسه، ها هي الطبقه السادسه، الطبقه السابعه، الطبقه الثامنه. ها هي كل طبقه تنفصل على بعضها. اذا انا غادي نردها شويه فوق المقله باش شويه تندمج المكونات، ونعاود نولي معكم في طبق التقديم. اذا ها هما المحاجب على طريقتي. نوري لكم نقطع لكم حبه باش تشوفوها من الداخل كي تجي. يجي المذاق تاعها رائع. ها هي، شوفوا التوراق ما يجوش معجنين وما يجوش مزيتين. شوفوا الداخل كي جات. شوفوا، نطفي لكم الضوء باش تشوفوا الداخل كي جات. ما تجيش معجنه، تجي مورقه. ها هي، يجي عندها المذاق تاعها كيما لاباط فيتي، كيما الكوكا. اذا ها هي، انا هذه هي طريقتي في المحاجب. ما يجيش مزيت، ما يجيش يقهم، وما يجيش معجن. نتمنى اخواتي انكم تجربوا هذه الوصفه لانها حقيقه اكثر من رائعه. اذا عجبتكم الوصفه تاع اليوم ديروا لي لايك واشتراك في قناتي، قناه ام خوله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. الى اللقاء.